في كل الاسم قلنا زرنا نبي الله آدم فجعلنا ومسح على ظهورنا فظهر فينا نفائج المسح فأسرعت الأنواع الأخرى لتزور سيدنا آدم فالمزرعة هي أيضا جعلها ومسح على ظهورها لكن لم يظهر فيها نفائج المسح فقلنا للنوع الأول نحن فعلنا فعل كل ولم يظهر فينا الاسم وقلنا لا، العمل واحد، الصورة واحدة، ولكن نحن زرنا لله وأنتم زرتم ليظهر فيكم الاسم. واحد توجه لله واحد يريد المقابل، ولذلك يتعلم أن نتجرد الله في كل عمل. يا سيدتي الإخلاص الأمر ليس في ورشة بناء وليس في حقل، هذا عمل قلبي تظل دائما تعالج قلبك ألا تتوجه بأعمالك وبعبادتك ترجو بها العبادة. من قال هذه لله ولفلان فهي لفلان وليس لله بلا شيء. وما هي إلا أن تكون قلوبكم عند ربكم حتى تروا من عجائب لطفه ما لم تروا من الآباء والأمهات. ضع قلبك عند ربك وترى من عجائب لطفه ما لا تراه من الآباء والأمهات. أما إذا كنت تشرك بعبادتك الآخرين فهي للآخرين وليس لله منها شيء. لعلكم تسمعون تلك القصة المشهورة لأحمد بن مسكين الفقيه البغدادي. هذا أحمد بن مسكين أفقرت داره وجاء وله امرأة وله منها صبي، فاضطر أن يبيع داره ليقتل. لما خرج وجد صاحبا له قال له أنا أريد أن أبيع الدار فأقرضني شيئا فأخرجني. فقالت عنده رقاقتان من خبز وأعطاها له، قل هذه بركة الشيء. لما أخذ هذه البركة هذه الرقاقة وهو عائد إلى بيته فرح لأولاده اعترضته مرة، قالوا هذا طفل جائع لا صبر له على الجوع فأطعمه شيئا يرحمه الله. قال ونظر إلى الطفل نظرة لا أنساه وهو في هذا الحين أعطاها له وقال خذي ووالله لا أملك بيضاء ولا صفراء وإن في بيتي لبنه أحوج منك. المهم هو لما طم عليه ما هو فيه جاءته أموال من ديون كانت لأبيه فصار كريما وغنيا وصار يتصدق ويبني المساجد ويبني المساجد ويؤتي الأراضي ويعطي. لما أنجبت أراد الله أن يعطيه عبرة رأى أن القيامة قد قامت ونودي على أحمد بن مسكين الحساب فجاء الحساب ووزنوا تلك الأعمال في الصدقات والبناء الذي بنى وكل ما يفعل يضع في الميزان وما رجعت كفة الحسنات. فأيقن العالم فسمع صوت يقول هل بقي لهذا شيء؟ نعم ماذا بقي له؟ قال ما أعطاه تلك المرة وجموعها
وابتسامة الصبي. فلما وضع في الميزان طاشت كفة السيئات ورجحت كفة الحسنات. هاي موزن ديك الأعمال. هادي بنيتي تامي ونافلة، شكون سيدي نافلة؟ هذا تصدقت وسمعوا فلان كل تحتها شيء ما وزنتش. هذاك الموقف كان في ديك المرأة وكان محتاج، ولكن هذا هو الإرشاد. أحيانا يا سادتي نقوم ببعض الأعمال، نقوم وقمنا بها في السر ومشات لسنوات، ويجيك الشيطان. شكون في جماعة يجيك الشيطان يقول هادي يقول الروح عشان يفديك الحاجة اللي فكيت فلان وكنت ما كان أنا هذا. شوف فلان شحال من سنة وكان يجبر، والله أنا كان فكيت يقول سفيان الثوري: بلغ لي أن العبد يعمل العمل سرا فلا يزال به الشيطان حتى يغلبه فيكتب في العلن. كان في السر خلاص، الآن عملك يكتب في العلن والشيطان يوقف هنا. ثم لا يزال به الشيطان حتى يحب أن يحمد عليه. ما توقفش الشيطان، تستنى الناس يدلوا عليه ويحمدوه ويقولوا تفعل، فينسخ من العلانية ويثبت في الرياء. ومشي واحد ما ينتون الأعمال جبال تهاب ضاعت بالرياء. لا واحد يصير حياته ويفعل ويدير آلاف الأخير ما نعرفش قلبي دائما عارف توجد واحد الرحمة موجود. إذا أنا في عمل من الأعمال نويت ابتداء لله، على الابتداء نويت لله، ولكن لما بدا العمل مشى المشروع بدا يدخل شيء مرة هكذا. قال جمهور العلماء: العبرة بالابتداء، إذا كان ابتداء لله خالصا لله فلا بأس أن عرض له ما عرض. إن الإنسان سبحان الله ضعيف يجب وجعلش قلبك ويضعف الإنسان. ولذلك تسمع يقول: عالجت قلبي 20 سنة وخلقت 30 سنة حتى استقرت. ولذلك دائما تراقب نفسك، يعني دائما تكون في مقام المراقبة، أن الله يراك ويطلع عليك. هذا على قلة علم في الإخلاص. على كل الموضوع مرتبط ببعضه. في 18 واحد امرأة مجنونة، وجدت واحدا من أهل الزواج، وجدت أمام دياره ومساجد تبارك الله عليه بخير عندهم مسجد وأهل خير وأهل كرم. مرت من ناحيتي وجدت قالت له: الصداقة. قال: انت معي الناس ونهار كامل تطلب الناس ونجيب لي على الناس وانت ماشيه وتديرها، وبدينا فيها بالوجوه. هذا اللي قررك واش قررني؟ واش كيف
السائل فلا تنهر. ومشيت. أما السائل فلا تنهر هو البطلان. ياك وتفكر وضرب باللي كان غاضب وكان نازل والمجنون هذاك الرجل خليه. لما تذكر حاول بعد مدة أن يبعث لها، فعلمت أن ما أتاني فرفضت. يقول ابن حزم الأندلسي الظاهر في كتابه الأخلاق والسير، من الغوص على الجنون ما لو غاصه صاحبه على العقل لكان أحكم من الحسن البصري ومن أفلاطون الأثيني ومن بزرجميع الفارسي. من الغوص على الجنون، شوف كل كلمة صار بعد سنوات تقول الله لا قال هذا. منين يغوص؟ من الغوص على الجنون ما لو غاصه صاحبه على العقل لكان أحكم من الحسن البصري ومن أفلاطون الأثيني ومن بزرجميع الفارسي. وهذه يا سيدتي رجل فقه لا فقه. لما ذكرته تذكر كان ناس تذكر هذا فقه. قل لي واحد كريم واحد اخر واش كيعرفها غادي كيفهمها بعض الناس مش كل هذه تفسيرها واحد ثاني. شكون هذا؟ كاين قول ثاني ما تفهم. انسان بعد هذا المعالج المؤمن لما تلقى له الايه ما قال له الدري اهبط. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. قال ابن الخطيب ليقرأ هذه الآية كل مؤمن من إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت الوجل كاحتراق سعفة في القلب وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون. ليقرأ هذه الآية كل مؤمن فإن وجدها تنطبق عليه فليهنأ بما أعطاه الله من فضل وخير. وإن وجدت أن هذه الآية في واد وأنت في واد فسل الله أن يعطيك قلبا فإنه لا قلب له. قلنا هذا مؤمن. المؤمن يتعرض للفتن ويتعرض للغفلة وينسى وهو بين هذا. كاين واحد الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. إن المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. هذا هو. كنا في واحد الندوة أنا أساتذة التعليم المتوسط. كنا في ندوة لأساتذة التعليم نحن واحد 25 ومعنا المفتش. جاءنا المفتش من تيارة يؤطر لنا الوجه بعد أن قدم أستاذ الدرس نجتمع ونناقش الدرس بقية تحت قيادة المفتش. أما كنا مائدة السجلة والمفتش بدأ الأول نناقش الدرس الذي قدم. قال الأول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، كيف حالكم؟ والدرس كذا وفيه كذا وكذا.
جاء الثاني السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، الدرس كان فيه كذا وكذا. جاء الثالث السلام عليكم، هذا كلام خايب، شكل واحد السلام عليكم السلام عليكم، خلاص هو بدا في النقاش مباشرة اللي وصلنا لك السلام عليكم السلام عليكم. معليش سمعوا لي. الثالث الرابع الخامس لما وصلنا عند واحد الأستاذ زميل الأستاذ عمر محمد المفدي قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم. صدقوني يا سيدي المفتش خطأ والحلاوة واعترف ورجع. هذا هو المؤمن، هذا هو المؤمن يا سيدي. باش تعدل وتلف وتدور جات الآية في الصميم بس. لذلك اللي دخلت في القرآن الكريم وأثره في تقليد، لذلك لا تقبل نقول لك ولا احنا المدرسة النظامية هذه تاع أستاذ المدرسة قاعد تخلني في الابتدائي، قاعد تخلني في الابتدائي والمتوسط. نقول لك مسألة شكون المعلمين الأوائل الذين افتتحوا هذه المدرسة؟ كلهم من الزاوية والكتاتي، كلهم أهل القرآن. حسبوا راكم يجيكم الأساتذة فلان وفلان. لا، البدايات والبركة كانت بأهل الكتاتيب وأهل الزوايا، أهل القرآن. أنا بنفسي قلت كل هذوك الأوائل اللي خرجوا جايب اللي جاب المسجد اللي جاب الزوايا، كان واحد بالحراج هنا مشى والباقي كلهم. وضعوا البركة، وضعوا الأساس الأول، وضعوا الأساس الإخلاص الذي هذا رأيت كثير من الناس في هذه البركات وفي هذه العفو، فالفضل لأولئك الأوائل. هذا الرصيد الذي عندنا والحمد لله على الإسلام، القرآن والسنة النبوية وآثار الصحابة وآثار الصالحين، نفيس. الآخرون يشعرون بقيمته. نحن لما نربي أولادنا نختلف ونستقيم من القرآن ومن السنة النبوية ومن أقوال الصحابة والصالحين. مدير السجون بأمريكا لما تقاعد كتب لرؤسائه هذه الملاحظة: دعوا السجون للمسلمين، إنهم أقدروا على إدارتها وعلى تربية المساجين فيها. السجون التي فيها المجرمون والضالشون والمفسدون اتركوها للمسلمين، إنهم أقدروا على إدارتها وعلى تربية المساجين فيها. أدركوا قيمة ما عندنا وتأثيره في المجرمين عندهم. سالم مولى أبي حذيفة هذا من الأربعة الذين قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم: استقرأوا القرآن على أربعة. قال عبد الله بن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. هو الثاني ذكر هذا سالم، يعني كان عبد من استخر وصار مولى عند أبي حذيفة، يعني أبو حذيفة هو سيده، كان مولى عنده وتبناه صار ابنه، إلى أن جاء قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وكان من حملة القرآن، والرسول صلى الله عليه وسلم يشهدون تعرفون في حروب الردة لما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم
كثير من الأعراب ارتدوا عن الإسلام، ارتدوا. وقال قائلهم: أطعنا رسول الله مذ كان بيننا، فيا لعباد الله ما لأبي بكر أن يرثها بكرا إذا مات بعده، وتلك لعمر الله قسمة الظهر. يموت هو يورثها لأبي بكر، هذه قسمة الظهر. وتعلمون الوقفة الحاسمة التي وقفها سيدنا أبو بكر: والله لو منعون القتال عقارا كانوا يعدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتم عليه. ونهض له تلك الحاسمة وقضى عليه بقيادة مسيلم بن كذاب. في هذه الحروب قال الصحابة لسالم بن أبي حنيفة: لا تدخل المعركة، لا داعي، نحن نكفيك جميع حملة القرآن ونخاف أن تستشهد ونفتقدك، نريد حملة القرآن يكونوا في الحفظ. قال لهم تلك القول المشهور: بئس حامل القرآن أنا، بئس حامل القرآن أنا القرآن الذي يدعوني للجهاد والدفاع عن الإسلام وعن الترغيب في الشهادة والجهاد، تقول لي تأخر. فرفض ودخل وشاهد وسقط شهيدا في المعركة. هو يودي لقاهم بلاصة، لقاهم مسقطين شهيدين في بلاصة، هو والسيد أبو حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. تعرفون المقرئ المشهور خلف أبو محمد خلف بن هشام الدعوي، هذا قال لك لما كنت أتعلم اقرأ، قال لك: أتيت سليم بن عيسى يقرأ عليه يضبط عليه قراءته، فقال له: بلغ لي أنك تريد الترفع في القراءة فلست آخذ عليك شيء. وصلني باللي راك مو قلت لك بغيت ترفع في القراءة، ما نسمع عليك، ما ندير عليك شيء، لست آخذ عليك شيء. قال لك خلف فاستسلمت وبقيت أسمع. يأتي لي حلقة الدرس القرآن يسمع، ولكن الشيخ هو لا يأخذ عليه شيء. قال لك فماذا فعلت؟ بكرت يوما في الغلس، بكر يوم في الغلس، فخرج سليم بن خرج فقال: من ها هنا يتقدم ويقرأ. طلب قال لك فتقدمت واستفتحت سورة يوسف وهي من أشد القرآن إعرابا، فلما قرأت قال: من أنت فما سمعت أقرأ منك؟ قال: خلف. قال: فعلتها. خلف. فعلتها. قال: ما يحق لي أن أمنعك، خلاص تخرج. فظل لا يقرأ عليه. تعرف علاش نقول هذا؟ أنا معجب بواحد ولادي، معجب بواحد التلاميذ الذين يلومون الشيخ ويلومون الأستاذ. الشيخ ما فهم، الشيخ ما جا، الأستاذ غير ديك الساعة، والله ما فهم. يا ديلهم نفسك خليك، هو يعاتب نفسه والو، غير هما سبب، هما ما دار، هذا مشوا، هذا ما عندي النقطة، هذا ما حفظ. يا ديلهم يا ولادي لوموا أنفسكم، عاتبوا أنفسكم، ما ترجعوش على الشيخ، ما ترجعوش على الأستاذ. اليوم إمكانيات الدراسة والقراءة متوافرة، ما فهمك الشيخ قال يفهم، ما فهمك الأستاذ قال كان في المجالات اللي تفهم، غير
وعلى الأساتذة. ضربنا المثل رغم الشيخ رفضه، صعب بقاش ويسمع حتى جات الفرصة. قال فضللت أقرأ عليه، اقرأ عليه. قال فيوم قرأت عليه سورة غافر، فلما بلغت قوله تعالى ويستغفرون للذين كفروا، بسم الله الرحمن الرحيم، هذه تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول، لا إله إلا هو إليه المصير، لا يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليجحدوا بالحق فأخذتهم فكيف كان عقاب، كذلك حقت كلمات ربك على الذين كفروا إنهم أصحاب النار الذين يحملون العرش الملائكة ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا. قالت لما وصلت ويستغفرون للذين آمنوا بكاء شديدا، الشيخ بكاء شديدا. قال له ترى يا خلف ما أعظم حق المؤمن، تراه نائم على فراشه والملائكة يستغفرون له، رحمة الله عليه، تراه نائم على فراشه والملائكة يستغفرون له. هذا خالد بن هشام على جلالته وقدره، قالوا فيه كان من أصحاب السنة لولا بلية كانت فيه، كان يشرب النبي، كان من أصحاب السنة على بلية كانت فيه، كان يشرب النبي. متأولا على مذهب الكوفيين أصحاب حنيفة أصحاب الرأي، يرون بأنه هذا متأول. قرأ عليه ابن أخته قرأ عليه يوما سورة الأنفال، فلما بلغ قوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الفاسقون. قال له يا خالد، هذا التلميذ قال يا خالد إذا ميز الله الخبيث من الطيب فأين يكون الشر؟ قال إنك سرقته طويلا، قال مع الخبيث. قالوا يا خالد أترضى أن تكون مع أصحاب الخبيث؟ قال له يا بني اذهب إلى البيت فاصبر كل هذه الآية كل وقت يقرأ واسمع. واليوم ابن أختي أصغر منه يقرأ عليه وكانت هدايته على يديه. أحيانا طريقة التي يقال لها، أحيانا الإخلاص المعمول به الواحد لما يقول لك الكلمة يؤثر فيه طريقة. وهكذا تاب توبة نصوحا وأعقبه الله الصيام فصام الدهر، وقالوا بأنه أعاد صلاة 40 سنة التي كان يتناول فيه الشهر. شفت التوبة لا القلوب لا ولا الشهوات، واحد الشهوات غارقين فيها
الله يهديك اقرا دراسه احفظ دراسه وهو في الهواء وفي الوجود مسكين وضيع الوقت. خليك في تلميذين لما نزلت هذه الآية يستغفرون إن شاء الله يعني الآية التي يغفر الله فيها الذنوب. وذكرت لها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله استغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يسروا. قال صاح إبليس بجنوده صيحة شديدة وحثى على رأسه التراب ودعا بالويل والثبور فجاءته جنوده من كل بر وبحر وقال ما لك يا سيدنا؟ قال نزلت اليوم آية لا يضر بعدها نزلا لآدم ذنب يضر بعد أحدا للبني آدم ذنب. قالوا ما كل الذين فعلوا فاحشة فقالوا له نفتح لهم أبواب الأهواء فلا يتوبون ولا يستغفرون ولا يرون إلا أنهم على حق. مش عليهم باب الأهواء فرابيا منهم شفت باب الأهواء يبين هذا تاع فلان هذا تاع فلان هذا حاجة جادة حاجة جادة تاع الصح تاع العلم تاع القرآن تاع الفقه غير معنى أحيانا حتى الصلاة الأهواء. والله صدق إذا عندك وتخليت هذا لا ضاع خاصة ابنك بين يديك مازال بنتك في السادسة في الأولى مازال ما مشاش للثانوي قادر تفعل في كل شيء تحفظ القرآن تربي تعلموا على الجد آخر منه مشى الثانوية ما حد وليدك ما تسمع أنت المسؤول أنت المسؤول. هذا يسمى الثانوية مازال ما عنده حصيلة من القرآن تهم نفسك على الفرق لا عندك بنت بلوت وصلت ما عنده حصيلة من القرآن أنت المسؤول. كان بني وتطلق الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب لا خرب. احنا أساتذة الخرب والله يا صاحبي القرآن لا تفكر يهود تفكر كلمة جاب جانب تعود الآية أخوي يقول لنا واش قول هذه الآية إيه من أساس تاع موضوع القرآن بغير يسولك اش قالت لك الآية صحح لنا يعني شأنه ومقام التربية ما تنسى. الأحنف بن قيس بس خطر واحد يغلق فمه قبل أن يغلق الناس وهذا بس مازال كاين حاجة في الإخلاص لا تمشي تمد يديك في الآخرين خاصة الذين يذكرون الله ولا يلعبها والنهار واحد بعض الناس مسكين يسبحوا ويقول التسبيح قرر ولا عجب قرر
لأن الإخلاص سر بين العبد وربه. في مسند الإمام أحمد وفي صحيح ابن حبان: أكثروا ذكر الله حتى يقولوا مجنون. أكثر ذكر، قول أذكر القرآن، تسبيح، أذكر، خلي يقول عليك مجنون. وفي الحلية لأبي العلم عن ابن عباس رضي الله عنه: أكثروا ذكر الله حتى يقول المنافقون إنكم تراءون. قال المنافقين يقول لك ما سمعت والله السبحة وبيدي رب امرأة عجوز وشيخ أو وهو التسبيح في يده ذكر. نقول لك التعبير تاعنا هنا ايش عندنا؟ قال الإمام الشبلي: كنت في بادية في الصحراء فالتقيت بعجوز قال لها: يا أمة الله أين تريدين؟ قالت: هو. قال: من أين أقبلت؟ قالت: هو. قال: من معك؟ قالت: هو. قال: افهمين من أنت؟ قالت: هو. كيفما سألها تقول هو. قال: يا أمة الله ما تريدين بقولك هو؟ الله تريدين؟ قال: قال الإمام الشبلي: فاحترت انظر لعل امرأة الأحوال يساعد في تجهيزها في سبب انظر. قال: فلما التفت حجبت عنه، فلا أدري أرفعت أم جفت. قال: فسمع هاتفا يقول: يا شبلي، من هام في حبنا وتوله بذكرنا ومات باسمنا اتركه لنا فتيته علينا. جاد بخاطره قوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. أنزل فيه ذكرك، قرآن فيه ذكرك، خبرك فيه، ذكرك فيه، حوالك فيه، تصرفك فيه. فقال: علي بالمصحف لأنظر ذكري، لألتمس ذكري، لأعرف من أنا ومن أشبه. بقوم يقال لهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. يواصل القراءة إلى أن مر بقوم يقال فيهم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وواصل القراءة: ومر بقوم يقال فيه ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وواصل القراءة إلى أن وصل: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله فقال تواضعا منه: اللهم لست أعلم نفسي. قالها
إننا نقول على الإخلاص لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. واحد يقول لنا قاعد عليك سبيل تبارك الله يطلع الفجر، أنا قاعد نقرأ القرآن تبارك الله يطلع الفجر. فقال تواضع منه الله لست أعرف نفسي. ثم واصل القراءة ومر بقوم يقال لهم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. ثم واصل القراءة إلى أن مر بقوم يقال لهم ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. قال اللهم أبرأني من هؤلاء أنا هذا بريء. ما فيهاش تبخر وتردد. أنا هذا خطير بريء. وواصل أن وصل قوله تعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. قال أنا من هؤلاء أنا من آدم ما زكي نفسي يقول لك الحالة كلها مشيت ما أقول لك شوية رجع عسى الله أن يتوب عليه. عمرك ما تزكي نفسك يقول لك تبارك الله لا بأس به. أنا أقول لك ما من عبد إلا ولو ذنب يأتي. بعض العلماء سيدنا يوسف لما قال وما أبرئ نفسي، هذه الآية لم تقلها امرأة العزيز، هذه قالها سيدنا يوسف وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لماذا؟ عندي محصول، ولكن لماذا؟ يذهب عن نفسه الغرور بالإيمان وأن الله هو الذي عصمه من الصغير والكبير. وأخيرا نبشركم بهذه الآيات. قال سيدنا ابن عباس رضي الله عنه في سورة النساء 8 آيات لأمة محمد هي خل مما تطلع عليه الشمس وتغرب. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ابتلى إثما عظيما. إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. ما يفعل الله بهذا بكم إن شكرتم وكان الله شاكرا عليما. اللهم انفعنا وانفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا بالآيات والذكر الحكيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم زينا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وألبسنا بقلعة القرآن وعافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن وادخلنا الجنة مع القرآن وارحم جميع أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بحرمة القرآن. اللهم اجعل القرآن في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا والجنة رفيقا وبيننا وبين النار سترا وحجابا والخيرات كلها دليل وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم يا أكرم. وصلى الله على سيدنا محمد. جزاكم الله خيرا.